اهلا وسهلا بكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانين اموركم مزيانه؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير، ونلقاكم هذا الفيديو بالف خير ان شاء الله. لاول مره كيزور القناه ما ينساش الضغط على زر الاشتراك ولايك الا عجبكم الفيديو، وبارطاج مع الحباب والصحاب، وتعليق نعرف الراي ديالكم في الموضوع فضلا وليس امرا. وجديد القضيه ديال العاقه والاسره المشوهه، واخيرا اخوتي غتزوج. كيف ما كتسمعوا بوكريشه كيجري ويجاري وباغي يجوج البنت. قولوا لنا علاش، بغينا نعرفوا شنو هو السبب، مع العلم ان البنت قربت تكمل 18 عام، يعني غير من هنا شهر 5. فما شنو بقات شهرين. علاش باغيين تزربوا وانتوما كاع طلعوا وتهبطوا في هاد المحاكم باش تجوجوا البنت؟ لان كنعرفوا حنا زواج القصيرات فيه شويه ديال الطلوع والهبوط، وفيه دوز البنت امام القاضي يشوفها واش انها يعني بنيويا واش مهيئه للزواج ولا لا، ويسولها وبزاف ديال الحوايج عاد باش كيعطي القاضي يعني القبول باش يتضرب داك العقد عند العدول. ف علاش نتوما باغيين تطلعوا هبط كامله ديروها باش تزوجوا البنت، والبنت بقات لها شهرين وتكمل 18 عام وتمشي تزوج؟ انا نقول لكم علاش. لان وبكل بساطه الا تزوجت البنت، الملف اللي رافعه او القضيه اللي رافعاها سعاد غيتسد. هذا ما كان، لان لا تزوجت البنت الملف غيتسد ديال الاتهام ديال بوكريشه بانه هو اللي اغتصب البنت. هذا ما كان. علاش؟ لان داك الساعات هي غتكون في العهده ديال الزوج ديالها، ويعني ماشي من حق الام ديالها انها يعني ما عندهاش يعني الوصايه عليها باش ترفع دعوى على الاب او على شي حد اخر، لانها دابا من تحت الوصايه ديال امها. فهمتوني شنو بغيت نقول لكم؟ اما الا تزوجات فغترجع من تحت الوصايه ديال الزوج ديالها. ايوا صافي، وداك الساعات منين غترجع من تحت الوصايه ديال الزوج ديالها فاكيد ما غيمشيش يتهم الاب بانه راه دار معها زنا المحارم، لانهم غيكون اكيد متفاهمين كاملين. هاد الزواج غيكون غير شكلي وصافي باش السيد يخرج من القضيه، كما كيقولوا المصريين جاي زي الشعره من العجين. فهمتوني شنو بغيت نقول لكم؟ ف صراحه ملي كنشوفوا هاد الاحداث الاخيره اللي كتوقع لسعاد وهاد يعني السكوت او لا نقولوا هاد الخدمه اللي كيديرها بوكريشه من التحت لتحت وما مسوقش القنوات اللي كتساندو ابدا الاخبار، فهنا كنعرفوا ان بوكريشه في كرشو العجينه، يعني داير شي حاجه، يعني هو يقدر يكون هو مول الفعله. لان لا يعقل البنت بقات لها شهرين وتكمل 18 عام وانت كتجري وتجاري باغي تزوجها. لا يعقل ان هاد السيده هذه منين رفعات دعوى عليك وجمعات ادله وعندها شهود وعندها بزاف ديال الحوايج اللي كتثبت بانك انت هو المغتصب، كيوقع معها هادشي، شنو بغيتي تبين؟ انها يعني زعما راها حمقى؟ فالسيده راه عارفه شنو كدير، ماشي راها حمقى. كون كانت حمقى راه ما يعني راه اكيد غتبان للمجتمع، ماشي انت اللي غتحكم عليها واش حمقى ولا بعقلها. فمني كنشوفوا ان السيده تسرق لها الصاك، موراها الطوموبيل تهزات ومشات لبلاصه اخرى، حاليا كتقول بان واحد الورقه تهزت لها من الملف او لا تلفات، الله اعلم. دابا مازال ما قايلينش شنو هي هاد الورقه بالضبط اللي تهزت لها من الملف، ومازال ما قايلينش واش تلفات واش تهزت باليد واش الله اعلم. مازال دابا عاد كيناقشوا في الموضوع وعاد كيشوفوا شنو غيديروا في هذا الموضوع هذا. ومن جهه اخرى كنشوفوا بان بوكريشه كيجري ويجاري باغي يجوج البنت، مع العلم ان سعاد ما توصلاتش ابدا باستدعاء ديال الزواج ديال البنت. صيفطوا لها استدعاء النهار الاول، يعني ما صيفطوها لاش. النهار الثاني كيقولوا بان صيفطوها لها في المحكمه،
والنهار الثالث احتاجتها نهار بنهارو، يعني النهار اللي غيتنطق فيه الحكم اللي هو كالبارح. ففاش شفتوا البارح الفيديو اللي حطه وقال بانه عاد جا من المحكمه، راه داك الساعات راه كانت الدعوه ديال زواج العاقه باش يتسد الملف ديال الاغتصاب. هادشي هما اللي كيخدموا عليه حاليا. فهمتوني شنو بغيت نقول لكم؟ يعني هما باغيين يجوجوا البنت، سوا حضرات سعاد سوا ما حضراتش، المهم باغيين يجوجوا البنت. وهما كان يعني ما تحضرش سعاد حسن. علاش؟ لان داك الساعات القاضي يعني غيحسبها انها امتنعت من الحضور وصافي، غي يعني يقول الحكم ديالو النهائي واش البنت تزوج ولا ما تزوجش وصافي. ونبينا عليه السلام وهما غيمشيو يضربوا الكاغيط، وسعاد راها في دار غفلون ما جايبه اخبار. ايوا وصافي. ومن بعد منين سعاد غتبغي دير تكمل يعني في الملف ديالها اللي بدات وديال زنا المحارم، غيكون فات الفوت، وغتكون هي ماشي وصيه على ديك البنت، غترجع الوصيه للزوج ديالها. فكيف ما قلت لكم هاد الناس هادو ما صافيينش وكيخرودوا مزيان، وخدمه عندهم نقول لكم، خدمه عندهم داكشي ديال المافيات المحترفين. الا عقلتوا في القضيه ديال الطفله آية، فراه نفس الشيء اللي وقع للطفله آية، ان ما تبلغوش النوبه الاولى والنوبه الثانيه حتى تبلغوا بالحكم، يعني حتى النهار ديال الحكم عاد تبلغوا. فحكموا على الولد ب6 شهور، هذاك المغتصب خوه. دابا نفس الشيء، نفس السيناريو كيتعاود مع سعاد في زواج ديال العاقه. ما تبلغتش النوبه الاولى، النوبه الثانيه جا عندها العون القضائي حتى المحكمه، ورفضات المحاميه ديالها بانها تسلم هذا الاستدعاء، لانها ماشي في مكان، ماشي في المحل اللي كتسكن فيه او لا في الخدمه ديالها. وصافي وبغاو يدوزوا داكشي حسي مسي ويقولوا انها ما حضراتش وصافي، ويطرقوا المسمار مع القاضي، يقولوا بان السيده الام راه ما بغاتش تحضر وصافي. والقاضي يقول صافي البنت تزوج وتسد الملف ونبينا عليه السلام. فهنا كيبان بان هاد الناس خطيرين قلت لكم، وعندهم افكار ديال المافيات. وهذا الشيء كله منين جاي؟ اكيد من راس الحربه ديال مافيا بنانه، لان كتعرف في هاد الامور بزاف، وكنظن انها يمكن عندها شويه ديال الدراسه ديال الحقوق ولا قاريه شويه ديال الحقوق ولا، فكتعرف تمشي الامور مزيان مزيان. ولكن راه قلت لكم يعني اني ينصركم الله فلا غالب لكم. راه ربي الا بغى ينصركم عليهم الا بغى ربي ينصر سعاد على هاد القوم الظالمين، فاكيد ربي غينصرها، واكيد حقها غيبان وما غيضيعش. وحنا كنتمناو من الله فعلا ان الا كان عند سعاد حق عند هاد السيد هذا يبان، ويبان فيه البرهان، لان هادشي اللي كيدير فعلا ما كيشرفش الاسره المغربيه، وكيحز في نفسنا كأمهات. نشوفوا حنا يعني اللي كتهان، وام اللي تخدعات، وام اللي يعني البنات ديالها كنشوفوهم بحال ضريراتها، ما كنشوفوهمش بناتها. ما كاينش واحد الحب، ما كاينش واحد ذره ديال الاحساس ديال ديك الرحمه ديال على الام ولا الحب للام، ما كاينش نهائيا. فهادشي كيحز في نفسنا بزاف، وكنتمناو من الله ان ربي يبين الحق، وان ياخذ الحق ديال سعاد، واكيد ربي غينصر الحق. فانا كنقول لسعاد من هذا المنبر هذا تجمع راسها شي شويه، لانها فعلا شنقول لكم ماشي حريصه فعلا. كتستهن بالامور حتى تدار بها، لا كوني حريصه. نجمع حوايجي فيما مشيت ما نحطش انايا ساكي، ولا نحط المسائل الخاصه ديالي، واخا تكون معرفه هاد السيده ولا هاد السيد اللي كنعرفو اليوم وغدا كنعرفهم، يعني كنشوفهم يوميا، ولكن ما نخليش عندهم المسائل الخاصه ديالي،
لان عندك مشكل وما كتعرفيش الضربه منين تجيك. فراه يقدر شي واحد من دوك الاصدقاء ديالك اللي دايرين بك يكونوا كيخدموا لك وكيلعبوا لك لصالح العدو ديالك. هادشي راه حنا كنعرفوه، يعني هادشي راه كاين في المجتمع، راه يبين لك بانه صاحبك وصديق ديالك، ولكن راه هو كيخدم لك يعني الشغل مع العدو ديالك. فجمعي راسك شي شويه ويعني كان افضل انك كاع تخوي داك الحي اللي انت فيه، لانهم كيعرفوك وكاينين قنوات اللي مع بكريشه كيعرفوا ساكنين حداك. فصراحه احسن حاجه انك تخوي حتى تكمل هاد القضيه هادي وتسالي هاد القضيه ديال زنا المحارم وتحكم داكشي اللي كيشوف القاضي انه حق ديال احد الطرفين وصافي، وتسد الملف. وداك الساعات عاد تقدري تعيشي حياتك عاديه. اما دابا خاصك تكوني حريصه كل الحرص على المسائل الخصوصيه ديالك وعلى المسائل ديال خاصه ديال هادشي ديال هاد القضيه ديال زنا المحارم. المهم خوتي خواتاتي، هذا هو لا فيديو ديالنا اليوم. شكرا لكم، شكرا للتتبع ديالكم، نتلاقاكم فيديو الجاي وبسلام عليكم.